ما نعزي المغاربه والشعب المغربي قاطبه، خاصه يعني الناس يعني اللي تهتموا بالميدان كره القدم. اليوم فقدنا واحد الجوهره من الجواهر الكرويه اللي عرفها المغرب، المرحوم والمسمى قيد حياته أحمد فرس. أحمد فرس تعرفوا الصغير والكبير، وحنا في الجيل ديالنا كنا تنقراو في الابتدائي، كنا تنقراو ديك الساعه، كانوا تنقراو حتى في المدرسه، تنقراو تيقريونا على أحمد فرس. أحمد فرس الله يرحمه هو كان أول مغربي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية. فرس الله يرحمه اول عميد يعني واول عميد واخر عميد فريق منتخب الوطني اللي تسلم الكاس الافريقيه اللي توج بها المغرب من 1976. من ذاك الوقت ما فرحناش بها. تنتمنى هذا الجيل اللي تبارك الله تيزرخ عندنا مواهب كثيره وعديده، وبويسك منظمينها يعني في المغرب. كاس افريقيا للامم 2025 منظمه في المغرب. تنتمنى ان هذا المنتخب بهذه الطاقات اللي عنده وبهذ اللاعبين النجوم اللي عندنا ان شاء الله نتوجوا بها، وتكون احسن هديه لروح الفقيد. وكنت مؤخرا كانت داروا معاه واحد الانترفيو، وقال لهم الامنيه ديالي ان المغرب يربح ان شاء الله بهذا المنتخب، ربحوا كاس افريقيا. مسكين ما كتبش، ولكن هذا لو ميساج ديالي، الرساله ديالي هو يكون حافز لهذا الجيل هذا باش نهديو لهذا اللقب الروح الفقيد اللي عطى الكره المغربيه بزاف. واللاعب في ذاك الوقت اللي كانت الكره لا تهتم بالعقود بلي كونطرا، كانت انسان من تيحمل القميص الوطني المغربي كان تيفزقوه، تيعرق فيه، تيعرق وينشف باش عيل. كانت انسان كان تيلعب للبلد ديالو، ما كانش تتهمه المسائل والمغريات الماديه. احمد فرس الله يرحمه ما بغى رغم العروض الكثيره للاحتراف سواء في اوروبا او بعض الدول العربيه، كان يرفض وكان يفضل ان يبقى في بلاده المغرب ويخدم الكره المغربيه. تشبت كثيرا بفريقه الشباب المحمديه اللي تنتمناو حتى هما باش تكون هديه الروح الفقيد، حتى هما يحاولوا يديروا واحد الفرقه، لان الشباب المحمديه ماشي الفريق ديال الدرجه الثانيه، فريق اعطى اسماء كثيره وكثيره جدا. الحارس العظيم الرعد، عسيله اللي كانوا عسيله، مرحوم عسيله اللي كانوا تيديروا ثنائي خطير، هو المرحوم سي احمد فرس. كذلك التتويج ديالهم بكاس افريقيا بالهدف التاريخي اللي كان سجلوا بابا اللاعب الكبير ديال الدفاع الحسني الجديدي. وهناك اسماء كثيره وكثيره، المرحوم العربي الشباك سي الصمات، سي الظلمي الله يرحمه، كلهم هادو جابوا لنا ديك الكاس الغاليه اللي تنتمناو ان شاء الله في يعني في كاس افريقيا الجايه، البطوله الجايه نديوها، لاننا نتعطش لتلك الكاس اللي خديناها من 1976. مره اخرى اترحم على الفقيد، والله يعطي العائله ديالو الصغيره الصبر والسلوان، وكذلك الشعب المغربي قاطبه. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه.